نبدا اخبارنا عن منتخبنا المصري الاولمبي واللي بيقوده فنيا البرازيلي روجير ميكالي، واحد طبعا من المديرين الفنيين اللي عندهم خبرات. بنامل ان شاء الله منتخبنا الاولمبي يستفيد من خبرات هذا الرجل، وكمان اللاعبين يكون عندهم الدوافع ان هم يكونوا من العناصر الدوليه فيما هو قادم من المواعيد. منتخبنا الاولمبي هيعمل ايه في الفتره القادمه؟ خلاص اتفق على المواجهه الوديه اللي هتكون امام المنتخب المغربي، وده خلال فتره التوقف الحاليه. ميكالي طبعا معجب بعدد كبير جدا من اللاعبين، لازال بيتابع اداء كل العناصر اللي بيتيح ليها السن انها تكون ضمن عناصر منتخبنا الاولمبي عشان ينضموا بعد كده ان شاء الله في التجمعات القادمه. منتخبنا كمان صعد للمرحله القادمه من التصفيات الافريقيه بعد الفوز على اسواتيني بهدف نظيف كان في استاد الاسكندريه. هو راضي عن النتيجه وراضي عن الاداء اللي ظهر بيه مستوى الفريق ومعظم اللاعبين، ولكن اتكلم وقال ان ضياع الفرص امر هو اللي عامل له ازعاج بشأن كبير جدا. الحقيقه منتخبنا ده واعد بينضم عدد كبير جدا من عناصره كمان للمنتخب الاول زي حسام عبد المجيد. هو في كمان كوكبه من اللاعبين اصحاب الخبرات في بطوله الدوري، عناصر كمان زي كابتن محمد بركات المشرف على هذا الفريق، الكابتن وائل رياض شيتوس، شايفين حضراتكم طبعا عصام الحضري واعداده للجيل الصاعد بقى. الكابتن احمد نادر السيد طبعا عنده احمد نادر السيد واحد من الحراس الاساسيين في هذا المنتخب، وباقي الحراس يعني الكاميرا كده جايبه حمزه علاء كمان حارس مرمى النادي الاهلي. كل العناصر دي ان شاء الله تدخل بسرعه في بطوله الدوري وتشارك، ويبدا كمان يبقى عندنا حراس